لما يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. يقول الشيخ ابن عثيمين في شرحه: الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، وهي القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. واعلم أن النية محلها القلب ولا ينطق بها إطلاقا، والله تعالى عليم بما في قلوب عباده. ولهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولهذا فالنطق بها بدعة ينهى عنه سرا أو جهرا. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه هي نية المعمول له، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، حيث تجد رجلين يصليان بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص. فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فمن ذهب من بلد إلى بلد ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها بأن خطبها وقالت: لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها بأن علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله عز وجل ألا يحصل على شيء لم يحصل على شيء. Oh